لو كنت فاكر إن المكالمة خلصت تبقى غلطان، دي كانت بس التعريف. بعد ما شفت اسمي على شاشة الموبايل رميته في الأرض، كسرته ومشيت. بس الصوت محتاجش موبايل. في نص الليل صحيت على صوت خطوات خفيفة زي خطوات طفل بتمشي في الشقة. ناديت آدم. الغلط كان إني نطقت الاسم. من أوضة ابني طلع الصوت، بس مش لوحده، صوتين، صوته وواحد أعمق أكبر، كأنه بيتكلم من جوه بير. الصوت التاني قال: انت وعدته ترجع له. فتحت باب الأوضة لقيت السرير متلخبط والألعاب متكومة في نص الأوضة عاملة دايرة، وفي النص الموبايل سليم شغال وبيسجل. شغلت التسجيل، سمعت نفسي وأنا بعيط وبقول: خدني أنا وسيبه. الكلمة دي عمري ما قلتها. المكالمات بدأت تيجي من أرقام ناس ميتة، أمي، أبويا، وكلهم بيقولوا نفس الجملة: انت عارف تعمل ايه؟ روحت البحيرة تاني. الفجر، الضباب مغطي المكان والمية كانت هادية زيادة عن اللزوم. سمعت صوت ابني من تحت: بابا، هم قالوا لي انت موافق. قلت: موافق على ايه؟ رد الصوت التاني: التبديل. المية اتحركت وشفت ايد صغيرة طالعة، بس الايد كانت ماسكة حاجة، موبايل. رن، والاسم اللي ظهر آدم، بس الصورة كانت صورتي وأنا واقف على حافة المية. قبل ما أرمي نفسي سمعت صوت ابني الحقيقي من ورايا بيصرخ: بابا ما تصدقهمش، أنا مش لوحدي. لفيت، واللي كان واقف ما كانش ابني، كان أنا بس، مبلول. استنوا الجزء القادم واكتبوا في التعليقات، لو شفت نفسك واقف قدامك هتجري ولا هتسمع؟